اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى على قناه تي تايم بودكاست. اذا كانت هذه اول مره تشوفوا البودكاست ديالي فما تنساوش انكم ديروا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا لايك للفيديو وبارطاجيوه مع اصحابكم اللي يعجبكم، وخليوا لي في التعليقات اي حاجه بغيتوا تشاركوها معايا. دابا خليونا ندوزو مباشره باش نبداو الحلقه ديال اليوم او البودكاست ديال اليوم. في هذه الحلقه هذه غادي ندويو على كيفاش نفرغوا المشاعر السلبيه ودوك التراكمات اللي كيبقاو في الشخصيه ديالنا وفي النفسيه ديالنا واللي كيأثروا علينا بواحد الطريقه اللي هي خايبه. ما نساوش انه بحكم الستريس اللي كنعيشوه كل نهار في واحد العالم اللي هو سريع، كل شيء فيه كيمشي بواحد الوتيره اللي هي سريعه، فكنلقاو راسنا كل نهار او في الاخر ديال كل نهار عيانين. ما عندناش طاقه، ما عندناش الانرجي، ما عندناش الموتيفاسيون، لانه كنا كنعاني او كنعيش واحد الستريس اللي هو كبير وكبير بزاف. فاكيد انه الانسان الا بقى فحال هكا نهار على نهار نهار على نهار، راه في واحد اللحظه غادي ينفجر، وفي واحد اللحظه غادي يطيح الارض، وفي واحد اللحظه غادي يعيا، لان هذوك التراكمات كل نهار كل نهار كل نهار اكيد واحد النهار غادي تخليه يفقد الطاقه ديالو كلها، وما غتبقاش عنده القدره باش يعيش نهارو كيف ما خصو يعيشو، وباش يواجه العالم ويعيش حياته كيف ما خصها تكون. لذلك ضروري ومهم ومؤكد ان الانسان تكون عنده ولو طريقه وحده كيفرغ بها هاد المشاعر السلبيه هادي، باش يعاود يدير عاوتاني البلان ديال الانرجي. في الحلقه ديال البودكاست ديال اليوم بغيت ندوي على بعض الطرق اللي غادي تعاونكم، اللي هي فعاله وبالتجربه، يعني جربوها بزاف ديال الناس وتبتات الفعاليه ديالها، باش انها تعاونكم تخلصوا من هذه المشاعر السلبيه ومن هذه التراكمات ديال التوتر وديال القلق ديال التفكير الزائد ديال كل نهار. ما غاديش نتعطل عليكم وندوزو باش ندويو على هذه الطرق هذه. اول طريقه اللي هي كل شيء كينصح بها، الطريقه اللي معروفه واللي هي الرياضه او الحركه بشكل عام. من اهم الطرق اللي غادي تعاونك باش تفرغ المشاعر السلبيه وتفرغ هذاك التوتر وتفرغ هذاك التعب النفسي اللي في الداخل ديالك هو ممارسه الرياضه او الحركه. يعني ما تبقاش غير جالس، ما تبقاش غير متكي غير ناعس ما كدير حتى شي حاجه، لانه الحاجه الوحيده اللي غتحس بها هي الكسل والخمول. فضروري نبقاو كنتحركوا، ضروري نمارسوا الرياضه باش ان الجسم ديالنا ما يبقاش محتفظ وجامع في الداخل ديالو هذيك المشاعر وهذيك المواقف السلبيه اللي دزنا منها في النهار او في طيله الاسبوع ولا طيله الشهر. خصنا نفرغوها وخصنا نتفكوا منها، نحيدوها علينا، وذلك عن طريق الحركه المستمره والتنفس. علاش هما مرتبطين ببعضياتهم؟ لانهم ملي كتكون كتريني او ملي كتكون كتحرك فاكيد كتولي كتنفس بوتيره اللي هي اسرع، فبالتالي كتولي كتفرغ داكشي اللي داخل. ملي كنقول الرياضه ما كنقصدش رياضه معينه في حد ذاتها، ولكن اي نشاط، اي اكتيفيتي فيها الحركه. نقدر نكون كنتريني رياضه مثلا الكاراتيه، نقدر نكون كنتريني حمل الاثقال الايروبيك، نقدر نكون كندير الرقص، نقدر نكون غير كنتمشى مثلا، ما عنديش مجهود وما قادرش ندير هادشي كامل، نكون غير كنتمشى. ما عنديش الوقت باش نتريني ولا ندير شي حاجه، يكفي انني مثلا وانا خارج من الخدمه وراجع للدار انا عارف بالله عندي واحد التراجي ديال نص ساعه، نتمشى هذيك النص ساعه في بلاصه مثلا ما ناخذ ترونسبور. كاين حلول فين نبدا ندخل الرياضه، ولا مثلا الا كنت كنفيق بكري في الصباح قبل ما نمشي للدراسه ولا ما نمشي للخدمه نتريني واحد ربع ساعه. ماشي بالضروري تسمع ممارسه الرياضه تقول لا راه خصني حتى ندير ساعه المكانه عاد نتسمى راه درت شي حاجه، لا يكفي انه غير واحد ربع ساعه في النهار، واحد نص ساعه في النهار على حسب القدره ديالك. المهم الحركه المستمره باش نفرغوا هذوك المشاعر المكبوته. تاني طريقه كتعاون هو الفن او لا الرسم بشكل خاص، يعني الفن بشكل عام ولكن الرسم بشكل خاص. حاول تاخذ ورقه بيضة ستيلو وتبدا كترسم. ما تحاولش انك تركز باش ترسم شي حاجه مقاده ومزوقه وزوينه، لا، ستيلو ورقه وبقى كترسم بدون اي ترتيب بدون اي تفكير. خلي ستيلو ديالك يرسم داكشي اللي بغا، يتحرك اي الاشكال اللي بغا، اي حاجه جات في بالك خلي يدك ديرها. هاد الطريقه هادي كتعاون بزاف على الاسترخاء، وكينصحوا بها بزاف ديال الاطباء لانها كتعاون في تفريغ هذوك المشاعر السلبيه اللي كنحسوا بها،
وغادي تلاحظ من مور ما غتبقى دير هاد الطريقه هذه مثلا واحد مره في النهار ولا مره كل يومين، غتلاحظ بان دوك المشاعر اللي كانت كديرونجيك او دوك الافكار السلبيه اللي كانت كدور في راسك غتلاحظ بانها بدات كتنقص شويه بشويه بواحد الشكل اللي هو تدريجي، وبان ديك الحاله اللي كانت كتجيك ديال التفكير الزائد وديال الاحباط وديال التعب بدات كتختفى شويه بشويه، وكتعوضها واحد الحاله زوينه ديال الهدوء، ديال الطمانينه، ديال السلام النفسي، وديال الانسجام مع الذات ديالك. فالرسم ولو انه كنشوفوا كنقولوا لا راه ما يمكنش الرسم يدير هادشي كامل، ولكن فقط التجربه هي اللي كتثبت. فما عمرنا نحكموا على الحاجه من الاول، نجربوا مره وجوج وثلاثه وعشرة حتى نشوفوا النتيجه، وراه غادي تشوفوا النتيجه. الطريقه الثالثه هي تعبير بصوت مسموع. من أصعب الحوايج ومن أخطر الحوايج اللي كيعانيوا منها الناس هو كيسكتوا، كيوقع لهم شي موقف ولا كيعيشوا واحد الظروف معينه اللي هي صعيبه، ولا كتكون عندهم واحد الافكار اللي هي سلبيه، ولا عندهم شي مشاكل داخليه وما كيدويوش عليها، ولكن كيخزنوها في الداخل ديالهم وكيخليوها وكيبقاو ساكتين. وتقدر تسولوا اي شخص على هذه المساله هذه الا وغيقول لكم راه اصعب حاجه كاينه هو تكمدها في الداخل ديالك وتبقى ساكت وما تدويش عليها، لانها كتاثر بزاف على النفسيه وكتاثر حتى على الجسد. يعني تقدر تمرض فعليا من مجرد افكار كتدور في راسك خزنتيها تماك وما خليتيهاش تخرج وما عبرتيش عليها. فدائما الحاجه اللي ضراتني في خاطري، الحاجه اللي ما عجباتنيش، الحاجه اللي ديرونجاتني، نهضر عليها ونعبر عليها بصوت مسموع. يعني نعبر دائما على المشاعر ديالي ايا كانت فرح ولا حزن ولا غضب ولا خوف، كيف ما كانت خصني نهضر على المشاعر ديالي ونعبر عليها، سواء كانت هذه الهضره هذه اللي غادا تقال مع شخص، يعني مع الوالدين ديالي ولا مع الاخوه ديالي ولا مع الاصدقاء ديالي، المهم الناس اللي هما قرابين ليا واللي هما غادي يفهموني واللي غادي يتصنتوا ليا، كنعبر على دوك المشاعر ديالي. وسواء كاين ناس اللي كتمشي عند طبيب نفسي باش تستافد من هذه الطريقه هذه ديال التعبير، لان الطبيب النفسي كتكون عنده يعني المعلومات الكافيه ولا العلم الكافي باش انه يعرف كيفاش يجر معاك هذاك الحوار باش يخليك تهضر ويخليك تعبر على راسك. وإلا ما قدرتيش انك مثلا ما عندكش الامكانيات باش تمشي عند طبيب نفسي، او لا كتحشمتي انك تعاود شي حوايج الناس اللي هما قرابين لك، خلي المحادثه تكون بينك وبين راسك، راه ما فيها حتى شي حاجه. ما تسناش زعما ما توقعش انه الناس غادي يقولوا لا هذا حمق راه كيهضر مع راسو. لا، راه حاجه عاديه انك دير حوار مع راسك وتبدا تقول هذوك الافكار، حيت المهم الجسم او العقل ما كيفرقش ما بين واش كتهضر بوحدك ولا كتهضر مع راسك، ولكن هو كياخذ فقط بعين الاعتبار انك كتهضر. يعني دوك المشاعر اللي متقله عليك لداخل راك دويتي عليها بواحد الصوت مسموع وراك خرجتيها وهضرتي عليها وتقالت، فبالتالي الدماغ كيرتاح، وهنا حتى انت نفسيا غادي ترتاح، وكما قلت غتوصل لواحد الدرجه ديال الطمانينه والراحه والهدوء والسلام الداخلي والسلام النفسي. داكشي علاش غندوزو دابا المرحله الرابعه او الطريقه الرابعه اللي كتعاون حتى هي في تفريغ هاد المشاعر هادو، واللي هي طريقه حتى هي معروفه وطريقه اللي كينصحوا بها بزاف ديال الناس، واللي حتى هي تبتات الفعاليه ديالها واللي انا شخصيا كنعتمد عليها، واللي هي الكتابه. التفريغ بالكتابه، يعني تفريغ المشاعر السلبيه بالكتابه، هي واحد الطريقه اللي زوينه بزاف واللي غادي تعاونك تخفف من الضرر ديال هذوك المشاعر السلبيه ولا الافكار السلبيه اللي كتقل علينا واللي كتضرنا في خاطرنا. ولكن باش تكون الطريقه فعاله وباش تعطيك النتائج خاصك ضروري ما تلتزم بهذه الطريقه وتستمر عليها. يعني ماشي نهار واحد غنهز ورقه وستيلو ونكتب والغد لي نقول لا راه ما حسيتش بالفرق صافي ما عطاتنيش النتيجه، ولا نديرها 2 مرات 3 ونقول لا هادشي غير الكذوب انا ما شفت حتى نتيجه. لا، ضروري من الالتزام والاستمرار. الا قدرتي تلتزم بهذه الطريقه هذه كل نهار واحد 10 دقائق في النهار مثلا قبل ما تنعس ولا الصباح، راه مزيان. ما قدرتيش حاول ما امكن تشوف اللي مناسبك، مره كل يومين، مره في السيمانه، مره في الشهر ولكن قليله واحد شويه. المهم يكون واحد الالتزام. يعني مثلا انا كنشوف بان مره في السيمانه كافيه، مره في النهار كتجي شويه صعيبه لانه ما كيكونوش احداث بزاف طراو اللي غتقدر تدوي عليهم ولا تعاود عليهم. فمره في السيمانه حتى 2 مرات في السيمانه
مزيانه كنهز ورقه وستيلو وكنحاول نعاود ونكتب ونعبر على داكشي اللي داز في هذيك السيمانه، ونقول الحوايج اللي فرحاتني والحوايج اللي قلقاتني واللي عصباتني واللي بقى فيا الحال، وكنعاود على كل شيء. هاد الطريقه هذه وضروري تكون عفاكم ضروري تكون بورقه وستيلو، يعني ماشي نكتب في التليفون ولا نكتب في البيسي، ضروري الورقه وستيلو. فهاد الطريقه هذه زوينه بزاف لانها كتعاونك وانت كتكتب كتبدا تكتشف شي حوايج على راسك، لانه في حال الا اللاوعي ديالك كيخدم وكيبداو بعض المرات كيزلقوا شي افكار اللي انت ما درتيهمش بشكل واعي، ما كنتيش غتفكر فيهم، فكتولي فاهم راسك اكثر، فاهم المشاعر ديالك اكثر، كتولي كتعرف علاش في هذه اللحظه هذه انا تعصبت، وفي هذه اللحظه ما عجبنيش الحال، وفي هذه اللحظه بقى فيا الحال. فكتبدا كتفهم المشاعر ديالك وكتعرف شنو كيعجبك وشنو كيقلقك وشنو كيفرحك بواحد الطريقه اللي هي سهله ومبسطه. كما قلت هاد الطريقه هذه راه جد فعاله، غير وحاولوا ما امكن انه تلتزموا بها وديروا لها واحد الوقت محدد. يعني مثلا كل ليله قبل ما ننعس ورقه وستيلو نكتب، اولا مثلا كل صباح غير كنفيق نتوضا نصلي نهز ورقه وستيلو ونبقى نكتب، ولا في وسط النهار. المهم نشوف واحد الوقت مناسب، واحد الوقت محدد هو اللي نبقى ديما تولي عندي فحال روتين، ديما في هذاك الوقت كنهز ورقه وستيلو وكنبدا كنكتب وكنبدا كنعبر على المشاعر ديالي. كانوا هادو هما الطرق اللي هما معروفين بزاف واللي هما فعالين، حيت كاين بزاف ديال الطرق، ولكن حاولت انني نختصر لكم الفيديو باش ما يجيش طويل وندوي لكم على اهم الطرق اللي فعاله وتبتات الفعاليه ديالها. يعني ما كاينش الكتب، غادي تلتزموا بهم غتبان لكم النتيجه، باش انه تقدروا تخلصوا من هذه المشاعر السلبيه وباش تسترجعوا هذاك السلام الداخلي وهذاك السلام النفسي اللي غادي يخليكم فعلا تعيشوا حياتكم كيف ما كتمناو، بدون مشاكل وبدون سلبيه اللي غادي تاثر عليكم بواحد الشكل اللي هو خايب. فوصلنا لنهاية البودكاست ديالنا. إلى عجبكم هذا البودكاست ما تنساوش أنكم ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيه مع أصحابكم. خليوا لي كذلك في التعليقات أي حاجة بغيتوا تقولوها ليا، ولا اقتراحات المواضيع جديدة نهضر عليها في بودكاستات الماجين على الراس والعين. كذلك إذا كانت هذه أول مرة تشوفوا القناة ديالي فما تنساوش أنكم تدعموني باشتراك القناة وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الماجية. بسلامة.